أهم موضوع على الأرض، الموضوع الذي أشغل كتاب الله عز وجل. ما تفتح صفحة في كتاب الله إلا وتتكلم عن هذا الموضوع، موضوع ما أرسل الرسل إلا به. والله يا جماعة، وأنا أعلنها يا جماعة بكل صراحة، والله إني أعلنها أمامكم اليوم، لا أتشيع ولا أتنصر ولا أتصوف ولا أكون أي فرقة وأي مذهب وأي ملة وأي نحلة، والله لكني لن أخطو خطوة حتى يكون لي دليل من كتاب الله عز وجل. الكلام اللي أقول يا جماعة يمكن بعضكم يقول إيش تتنصر؟ أتكلم بنور القرآن بكلام الله. يقول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قرآن ما فيه إلا حق. ومن ثقة المسلم بكتاب ربه وبدينه أنه يقول للنصراني: إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. تعالى الله علوا كبيرا. إيش هذه الثقة في القرآن؟ أنا أذهب الآن مع أي شيعي إلى أي مقابر، خذني معك إلى النجف، وخذني معك، والله إني أتكلم صادق، وخذني معك إلى أي مكان، وللصوفي خذني معك إلى أي مكان، ولليهودي خذني معك إلى أي مكان، وللنصراني خذني معك إلى أي مكان، ولأي ملة وأنا من أهل السنة والجماعة. خذني معك إلى أي مكان، فأنا والله أدعو الله 17 مرة في المكتوبة: اهدنا الصراط المستقيم، وما زلت لكني والله لا أرضى لنفسي أن أقف بين يدي رب العالمين يوم أن يسألني بكلام فعلته وقلته أو فعل فعلته لم يكن لي منه دليل في كتاب الله عز وجل. وهذا يا جماعة الكلام خلاصة وعصارة أناس ناقشتهم من خلال كتاب الله. لا تقول طبعا في ناس ما عنده حجة فيقول أنت وهابية. مزق صفحة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، عده صفحة مزقناها، ترجع وراء الإمام أحمد بن حنبل مزقه عليه رحمة الله، مزق صفحته، تذهب إلى الأئمة الأربعة مزق صفحتهم، والله سأرجع لك إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب الذي جاء من السماء، فتعال وأقنعني. قلت لواحد من الشيعة: تعال، أنا أريد أن أتشيع أو أن تسنن أنت أو نتفاصل الآن، تعال خذني معك أن أدعو معك الحسين وعلي رضي الله عنهما وكل من تحت الأرض أدعوهم معك، لكن تعال أقنعني أن هذه القضية هي في دين الله أو من دين الله في شيء، أو أنها ليست جرم فقلت له: تعال، وأنا ماشي وياك نقرأ سورة فاطر. فتحنا سورة فاطر، يقول الله عز وجل، واسمع إلى هذه الأدلة، قرآن، يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في الدماغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تعال خذني معك ندعو غير الله، لكن وأنا وإياك في الطريق نقرأ سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. عندك أحد سواها غير الله؟ ما فيه. كمل الآية: ذلكم الله. من هو؟ ذلكم الله ربكم له الملك. كمل الآية: والذين تدعون من دونه، وكل عباد الله دون الله، والذين تدعون من دونه إيش فيهم يا ربي؟ علمنا عنهم، فصلت كل شيء، نريد أن نتذوق ونحن نتحرك يا رب، نفهم ديننا، ما يستغلنا ويستخفنا الذين لا يوقنون. الذين يدعو من دونه إيش فيهم يا ربي؟ والذين تدعون من دونه ما، سبحانك، حق، ما يملكون كم؟ أنا أبغى شفاء ولدي، وأبغى نجاحي، وأبغى توفيقي، وأبغى رزقي، وأبغى أنا أبغى أشياء كثير بطلب منهم. كم؟ إيش يملكون يا رب؟ ما يملكون من قطمير. تصدق الله؟
يقول الله اللي بتروح تدعوه الآن بتقعد تضيع وقتك وتبكي عند قبره والله لا يملك من قطمير. إيش القطمير؟ القطمير ما هو التمرة ولا نواة التمرة، الغشاء اللي على التمرة أنت تقذف أصلا بالنواة كلها بغشائها. يقول حتى الأدنى شيء اللي أنت ما تبغاه ما عنده. تصدق الله؟ تصدق الله؟ نكمل فيها فتوى الآن، تجيك فتوى قرآن تفصيل قول فصل وما هو بالهزل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نكمل الآية. مفروض هنا الآن نقف وما عاد نروح ندعو أحد ونرجع، صح؟ لو كان عندنا يعني عقل واحد تريد أن تتسلف منه وتقترض منه 5000 وأنت رايح له، قلت لك وين بتروح؟ قلت بروح لفلان. قلت إيش تبغى؟ أبغى أتسلف 5000. قلت لك والله العظيم فلان ما عنده ولا ريال. بتروح ولا ترجع؟ بتروح ولا ترجع؟ بترجع، صح؟ إلا في قضية واحدة، إذا كنت ما تصدقني، صح؟ إذا ما تصدقني بتروح. أما إذا بتصدقني تقول أريح نفسي بلاش ما أكمل المشوار وأقول له يقول لي ما عندي، صح؟ طيب خلينا نكمل الآية. العاقل يرجع هنا لأن الله دائما يقول من دونه، وكل خلق الله دون الله، حتى محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله حتى محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم. قلت لا بكمل وبدعو، روح ادعو. إن تدعوهم، شوف الحقائق إيش؟ لا، إذا قال الله لا فوالله إنه حق. لا يسمعوا دعاءكم. تصدق؟ أروح أتعب نفسي ثم بعدين بأبكي وأدعو وبعدين ما يسمعني، مشكلة. لكن الله يعلم أن في ناس يقول لا يسمع. إيش قال الله بعدها؟ قال ولو سمعوا جدلا. لو سمعوا إيش يصير؟ إيش المحصلة النهائية؟ أبرجع أنا كم في يدي؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني هو ما عنده قطمير وما يسمعني، ولو سمعني ما استجاب لي، أجل ليش أروح؟ صح يا جماعة؟ هذا الآن خطاب عقلي في الدنيا. كمل ما بعد جت الفتوى إلى الآن هذا كلام العقلاء لقوم يعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون. واحد بس عنده عقل تقول له هذا ما عنده ما يروح. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. هذه كلها الآن هنا. باقي مشهد يوم القيامة. إيش في يوم القيامة يا رب؟ سيخرج الله كل من دعا، كل الأولياء الذين دعوا من دون الله، عيسى بن مريم عليه السلام، يخرج كل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين عليهم رضوان الله. يخرج الله كل من دعوا كانوا تحت الأرض وكان الناس يتضرعون إليهم، سيخرجهم أمام من دعوهم. يقول الله في المشهد ويوم القيامة إيش يصير؟ يخرجون فيقولون والله يا ربي. يجحدون إيش؟ يكفرون بإيش؟ بذنبكم ولا جرمكم ولا عملكم ولا دعائكم ولا إيش؟ جماعة من يحفظ الآية؟ بشرككم. الفتوى من هذه؟ فتوى من الله. طيب ماذا قال الله بعدها؟ قال يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول لا تأخذ فتوى من عند غيري. طيب يا ربي وأنا طالع الآن خلاص اقتنعت، واحد ما يملك ذرة ولا يملك قطمير، ولو دعوته ما سمع، ولو سمع ما استجاب، وسيكفر ويقول إني مشرك. لا والله ما أبغى الشرك، فأبرجع أنا ولن أكمل رحلتي معك. طيب وين أروح؟ عندي فقر، عشان كذا بعدها الله قال عندي أولاد، عندي مرضى، عندي. قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء. لمن؟
لمن تحت الأرض؟ لا، لمن هو فوق السماء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كمل سياق الآيات. الآن خطاب عقلي بحت لكل من عنده ذرة عقل. يقول الله: وما يستوي الأعمى والبصير. أنت تريد واحد يدلك الآن، وعندك واحد أعمى وواحد بصير، وين تروح؟ وين؟ للبصير، صح؟ ولا الظلمات ولا النور. تبحث عن أمر ضايع لك، وين دوره؟ في ظلام ولا في نور؟ في نور. ولا الظل ولا الحرور. متوقف سيارتك وعندك واحد موقف ما فيه إلا شمس صالحة، وموقف هناك فيه شجرة، وين بتروح؟ ولا الظل ولا الحرور. خذ الصاعقة بعدها كأنها نازلة من السماء على العقول التي لا تفقه. أسأل الله أن يفقهنا. قال الله: ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول لو عندك اثنين من البشر، واحد حي وواحد ميت، والله ما تروح للبشر الميت وبتروح للبشر الحي. فكيف تترك الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا إله إلا هو، ثم تذهب إلى مخلوق من خلقه تحت الأرض ميت؟ إيش قال بعدها؟ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. لكن صاحبنا هذا قال، ما زال مقفل مخه، قال طيب خلاص الآن ما ندعوهم. اقتنعت، ما ندعوهم. والله يا جماعة هذا الموقف صار معي. قال خلاص ما ندعوهم أبدا. طيب إيش رأيك نروح؟ هم يقربون إلى الله، إحنا ناس جايين محملين بذنوب ولا على الأقل يقربون إلى الله. قلت والله لا أروح معك، مشواري معك، مدام ما في حقة القطمير وإني بدعوه ما يستجيب لي، خلنا نتقرب إلى الله، يلا نمشي. بس والله ما أتحرك بخطوة إلا عندي دليل من كتاب الله عز وجل. وأفتح سورة الزمر، وافتح سورة الزمر. سبحان الله، افتح سورة الزمر تجد عجبا. لن أقرأ لك الآية اللي فيها الشاهد، ولكن سأبدأ لك من أول السورة، من قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إيش قال بعدها؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله. نعم، أعبد الله. كيف أعبده؟ مخلصا له الدين، ما مع أحد. ألا لله الدين الخالص. كم الآية اللي بعدها فيها الجواب: والذين، مثل صاحبنا، اتخذوا من دونه أولياء. إيش يقولون يا ربي عشان أعرف رد عليهم؟ ما نعبدهم. يقولون ما نعبدهم، نعرف أنهم ما يرزقون ولا يخلقون ولا يحيون. ليش تروح؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما انتهت الآية. إن الله، والله ما ينهي الله الآيات اللي فيها أمور شركية حتى يثبت لك القضية. قال الله، وكلها تنتهي بكفر أو شرك كلها. قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي، من هو يا رب؟ من هو كاذب كفار. قلت والله لا أبغى أكون كاذب ولا أبغى أكون كفار وما بدعو غير الله. قال آخر شيء اللي هي قضية نختم فيها، قال أجل خلاص ما ندعوهم ولا يقربونا، لكن لا تنكر لي قضية الشفاعة، هم يشفعون لنا عند الله. قلت له إذن نتوكل على الله، نمشي معك ونفتح سورة يونس. وهؤلاء يا جماعة وكل الطوائف غير السنة والجماعة كلهم يريدون، عندهم قضية تعليقك بغير الله، كلهم، كل الملل، كل الأديان
تعليقك بغير الله، ما يبغى يتبع ادعوا الله مخلصين له الدين ولا تدعوا مع الله أحدا. لا يا حبيبي، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إيش الختام؟ الله يقول في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم ما دينه ولا دين تقول له آية ما يبغاها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا القرآن كله توحيد وإله واحد وندعو إله واحد، أعطنا شيء ثاني، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل، يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يا أخي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما أقدر. الله يقول لا تدعون إلا أنا، وأنا أقول ادعوا مع الله أحدا، ما أقدر. طيب ليش يا رسول الله؟ شوف التفصيل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع، مو أبتدع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ليه؟ إني أخاف. يقول النبي عليه السلام: إني أخاف. مما تخاف يا رسول الله؟ روحي لك الفداء. إني أخاف إن عصيت ربي وجدت خنت الأمة ووجهتهم للقبور ولغير الله عز وجل، حتى للملائكة، خنت الأمة، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومن أظلم، وأنا أوجهها لكل عالم أضل الناس ووجههم لغير الله. يقول الله: ومن أظلم، وبإذن الله سأقف أنا وأنت بين يدي رب العالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الآية الختامية اللي بعدها هي الدليل، تقول نروح يشفعون عند الله. اقرأ قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله. سماها إيش؟ عبادة، وهناك سماها ما نعبده. قرآن صريح حق أبلج. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يا رب إيش بيقول لي؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما انتهت الآية، ما تنتهي الآية زي كذا حتى يقسم الله الباطل. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله، يعني أن تعلم الله شيء نسى يحطه في القرآن، تعلم الله شيء ما عرفه. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه. شوف نهاية الآية، صاعقة من السماء: سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن صار الموضوع شرك بالله عز وجل. إذن نحن في هذا الكتاب ما أمرنا إلا أن نعبد الله سبحانه مخلصين له الدين ولا نشرك به أحدا جل جلاله. وأختم بقول الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت، ما بروح معك، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه. متى؟ لما جاءني البينات، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب
رب العالمين. والله لن أقول إلا يا الله ثبتنا اللهم حتى نلقاك على التوحيد الحق. اللهم لا تجعلنا ممن ضل وكذب عليك وافترى وأشرك. أسأل الله أن لا يعلقنا بغيره وأن لا يجعلنا وذرياتنا وأهلنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم إنك قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم لا تجعلنا من المشركين يا ربي، واجعلنا ممن قلت فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجز عنا كل من قام على هذا اللقاء. اللهم يا رب لا تبقي في ذريته واحدا إلا أصلحته، ولا تبقي له أمنية يا رب في صدره إلا بلغته أعظم منها مما يقر عينه فيفاجأ ما له عندك في الدنيا والآخرة. اللهم ومن حضر هذا اللقاء ومن شاهده أسأل الله سبحانه أن يبلغهم أعظم من أمانيهم. اللهم إن لنا إخوانا في سوريا قد ظلموا، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يأمن له جند السماوات والأرض ولا يعلم جنوده إلا هو. اللهم عليك بكل ظالم فوق أرضك، اللهم اقسم كل ظالم فوق أرضك وسد جوعة كل مسلم فوق أرضك، واكفه يا رب ما أهم. اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واهد كل ضال مسلم. اللهم إن هذا العمل ما وفق إليه إلا أنت، فأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. ولا تنسوا إخوانكم في كل سجدة، لا ترفع حتى تدعو لإخوانك في كل مكان، في الصومال وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفلسطين وفي كل مكان. اللهم اقسم الظالمين واضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج من حمل هم لا إله إلا الله، واجعلنا منهم من بينهم سالمين.